اغرب 5 حاجات ما تعرفهمش عن نفسك. شايف البول ده؟ اوعى تنط فيه، لان اللي فيه ده مش ميه عاديه، ده اللعاب بتاعك. ايه القرف ده؟ انت متخيل انك بتنتج لعاب ممكن يكفي ان احنا نملى بيه حوضين سباحه في السنه؟ ليه بقول حوضين؟ نملى بيه حمامين سباحه في السنه. يعني حضرتك بتطلع من نص اللتر ونص لعاب كل يوم، مع ان الموضوع مقزز جدا. يا لهوي، بس اللعاب مهم للهضم والتذوق. خلي بالك بالمره بقى من ريحته، عشان انت ما بتشمهاش بس بتعمينا بيها لو انت واكل بصل. اجيلك بقى لاغرب تاني حاجه، وهي انك الصبح بتبقى اطول من بالليل. وده لان بقى المخده اللي بين فقرات عمودك الفقري يا فقري، وهي طبعا الغضروف، ده بيتضغط بسبب الجاذبيه والمجهود اللي انت بتعمله طول النهار، يا مضغوط نهارا يا مفحوط عياط ليلا. ولما تيجي تنام بقى وتريح الغضروف بيرجع لحجمه الاصلي، فتلاقي نفسك اطول الصبح. قيس طولك على معده فاضيه وقبل ما تدخل الحمام. عايزه اتحول. الانسه بقى المكسوفه وخدودها احمرت لما احدهم قال لها او تفتك حلو قوي النهارده يا مهتين. اثبتوا ان البشر هي الكائنات الوحيده اللي بتحمر خجلا، وان الاحمرار ده استجابه فسيولوجيه فريده من نوعها للاحراج او عدم الراحه، وده بقى اللي بيسبب احمرار للوجه واحيانا للرقبه، في حين بقى ان الكائنات التانية بيظهر عليها علامات التوتر عادي جدا. وصفها بقى تشارلز داروين انها التعبيرات الاكثر غرابه والاكثر انسانيه. عمرك شفت الضفدعه انثى خدودها احمرت لما الضفدع عكسها؟ اخر حاجه والرابعه هتبهرك، وهي ان دماغك اللي مش عارف تسكتها طول الليل وعماله تجيب لك الماضي والحاضر قدام عينيك بتبقى اكتر نشاط وانت نايم. وده بقى بيحصل في مراحل معينه من النوم، ولما بتحلم عقلك بيكون مشغول بتوحيد بقى الذكريات ومعالجه المعلومات، بيرندر يعني. اخيرا بقى وليس اخيرا عرفت ان المعده بتقرقش الزلط، لان المعده فيها احماض يا فنان ممكن تدوب شفرات حلاقه عادي جدا، والحمض ده بقى قوي بشكل مش عادي، وده بقى كافي انه يدوب معادن بحالها. وعشان كده بقى معدتك بتفرز ماده سميكه من المخاط علشان تحمي معدتك انها تاكل نفسها وتهضمها، ودي